إخلاص ووفاء كبيرين من قبل الزوج سليم رخروخ في حق زوجته نسيمة. بعد وفاة والديها أصيبت نسيمة بصدمة حادة، صدمة أتت على كامل جسدها وأقعدتها في هذا الفراش لمدة فاقت ال5 سنوات. ترتعش ساقيها، لا تقوى على حملها، ترغب في المشي من جديد لتعود لخدمة زوجها وابنها الوحيد سفيان. مرض نسيمة تعمق مع مرور الزمن، زادها ألما وحسرة، خاصة بعدما فقدت القدرة على الكلام. لكنها لم تفقد زوجها سليم الذي لا يكل ولا يتعب في خدمتها طوال النهار. كيف لا وهي بالأمس ناضلت ووقفت إلى جانبه في السراء والضراء، كابدت معه قساوة الحياة. لأجل ذلك فهو اليوم يحاول أن يرد ولو جزءا يسيرا مما قدمته له ولوالديه عندما كانت بصحة جيدة. سليم يبكي بحرقة كبيرة. الدخل المحدود حال دون مواصلة علاج نسيمة أو اقتناء الدواء لغلاء ثمنه. الأطباء أبلغوه أن أمل علاجها يتوقف على إجراء عملية جراحية تكلف أزيد من 100 مليون سنتيم. باش نطيش مرتي كل مرة ثانية كون جا مرض تاعها كيما أنا اسكو هي طيشني. عبالي بلي مرة أي إنسان جامي مرة طيش راجل، وأنا مغادرش نطلق. أنا مغادرش نطلق مرتي باسكو نحبها. يبكي مجددا لحال زوجته، وضعية مزرية تعيشها العائلة في هذه الغرفة الوحيدة التي سمح لهم مدير المتوسطة التي يعمل فيها حارسا بالإقامة فيها. فهو اليوم يناشد السلطات الولائية والمحلية بسطيف والمحسنين معا لعلاج زوجته وتوفير سكن لائق لهم. أنا كلش حاب سفيان، تمرمت أنا مش حاب يتمرمت بلي بني، مش حاب يتمرمت كيما تمرمت أنا. معليش أنا نطلب السلطات المحلية نقول لي يعطوني دار، ونطلب من خاوتي الجزائريين. نسيمة لم تقوى على الكلام للتعبير عن وفاء زوجها لها، صابرة محتسبة تخفي دموع الألم والحسرة، تتطلع لغد أفضل يعيد لها البسمة من جديد. يفكر فيها دائما ابنها الوحيد سفيان ويأمل أن تشفى وتعود كما كانت من قبل، تمشي وتتكلم. هكذا يعاوني مسكين. هو كيفاش كيشوف يماه متأثر دي فوا خاطر حكمتو هكذا يبكي. قلت له واش بيك سفيان؟ واش قال لك؟ نوضها نقضي لها حوايجها، نوكلها، نعطيها صباح، نوضها صباح، نعطيها تشرب حليب، وساعات نسي قدر جمعة. مدير المدرسة التي يعمل فيها سليم والأساتذة معا لم يتركوه وحيدا، ساعدوه بقدر ما استطاعوا. ودعنا سليم وسفيان وعيونهما تترقب شوقا وأملا في غد أفضل لحال الزوجة والأم نسيمة، لتتعافى وتمشي على قدميها من جديد. يا أمي وشوقه إلى لقياك يا أمي. أمك قول رسولك. في قلبي في حلمي أنت معي يا أمي. رحتي وتركتيني يا نور عيني يا أنس ليلي. رحتي وتركتيني من
سواك يحضنني من سواك يسترني من سواك يحرسني عفوك أمي سامحيني. مرتي مسكينة يتيمة لا أم لا أب، تقول لي توا بوي توا كلش. كيف نطيش مرتي أنا؟ ما نطيشهاش، نقعد معها آخر نفس. معليش أنا نروح، أنا لاش تنموت أنا هي ترتاح.